صدم المدير الفني للمنتخب العراقي باسم قاسم الأوساط الرياضية بإعلانه نهاية مشواره التدريبي مع كتيبة الأسود بعد نهاية بطولة كأس الخليج في نسختها 23. وقال قاسم في تصريح لموقع إيراق برو: اتخاذي قرار انتهاء وقتي مع المنتخب الوطني جاء على أعتاب نظرة شخصية مبنية على قناعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسؤولية الوطنية اتجاه العراق دون وجود أي ضغوطات أو أشياء تابعة لمثل هذا القبيل. وأضاف قاسم قائلا: احتراما لسمعتي وتاريخي التدريبي، اتخذت قرار وضع حد لنهاية مشوار التدريب مع المنتخب الوطني بعد نهاية كأس الخليج، ولا حاجة للاستمرار حتى نهاية شهر آب المقبل، كما ينص العقد في ظل عدم وجود أي استحقاق رسمي. واختتم حديثه قائلا: سبق وأن وضعت طرحي بأدق تفاصيله بين يدي اتحاد الكرة من أجل منحهم الفترة الزمنية للبحث عن البديل المناسب، سواء كان محلي أو أجنبي، لضمان عدم التفاجؤ أو التأثير سلبا على المنتخب الوطني، بعد أن بات التجديد خطا أحمر ولا يمكن التفاوض عليه مطلقا.